هو الشرف لا يضاهيه شرف لعدة أسباب. السبب الأول عنده بعد تاريخي، لأن هذا المكان كان بقعة محرمة على الجزائريين، كانوا يتمتعوا بها إلا اللفيف الأجنبي وطائفة من الاستعماريين. وأضيف كمعلومة أنه كان مسبحا خاصا بالسفاح بجار الذي تذكره الذاكرة الوطنية بكل النعوت التي تفوق الأوصاف البشرية. هذا الثاني، البقعة في حد ذاتها، المحيط هذا إلى غاية حي السرسور كان محرما أيضا على الأهالي وقت ذاك، كان لا يسمح بالمرور من هنا إلا لأعضاء اللفيف الأجنبي وبعض العسكريين من الجيش الاستعماري. هذه من الناحية التاريخية. من الناحية الثانية نحتفل بالذكرى 61 لاسترجاع السيادة الوطنية والاستقلال الوطني، يعني يوم الحرية. من هذا المنبر نقول للسفاح بجار، هم أبناء الجزائريين أحرار في بلد حر، وقد حق لنا أن نحتفل بهذا اليوم المبارك وأن نسعى في تدشين هذه المنشأة لصالح أبناء الجزائر بعد إعادة تأهيلها، وهي منشأة شبانية كانت مهملة، هي ملك بلدي مهملة منذ أكثر من 20 سنة. منذ تنصيبنا على رأس إدارة هذه الولاية كنا نسعى دائما مع المصالح البلدية والوصاية لإعادة بعث المشروع وتمكين الشباب والساكنة من فضاء ترفيهي، باعتبار أن بلدية سعيدة هي مدينة كبيرة وتحتاج إلى الكثير من المنشآت الترفيهية. مبروك على الجميع،